مجرد سؤال من واحد اهلاوي للكابتن الكبير رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب: انت ليه متعجرف مع اللاعب احمد عبد القادر؟ هو انت خايف يروح نادي الزمالك؟ ما يروح نادي الزمالك يا عم. مش انت رحت جبت تريزيجيه اللي انا والله ما انا مقتنع بيه، ان من يوم ما لعب في النادي الاهلي وهو عمال يعمل ار طوب وداه السما. طالما انت ما تش عايز احمد عبد القادر ما تسيبه يروح الزمالك، ما تسيب الراجل يشوف مستقبله. ولا انت خايف انه يروح الزمالك يشلوحنا؟ احمد عبد القادر من امهر اللعيبه في الجناح الشمال في مصر، وانتوا عارف كده، واداره الاهلي عارفه كده، وجماهير الاهلي عارفه كده، وسلوكيته كلاعب كوره هتتماشى مع نادي الزمالك وهيكسر الدنيا في نادي الزمالك. هو انتوا عايزين تبقى الاهلي وبيراميدز بس؟ يعني نتفرج على الاهلي وبيراميدز يبقى الاهلي عنده جمهور وبيراميدز ما فيهوش جمهور؟ احنا بنتفرج على الكوره في مصر عشان ماتش الاهلي والزمالك فقط لا غير، وبعد كده كلها شكليات. سيبوا الراجل يشوف مستقبله في نادي الزمالك. هو انتوا لا بترحموا ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل؟ انا كاهلاوي قسما بالله انت يا محمود يا خطيب فاضل شويه تكرهني فيك شخصيا مع ان انا بحبك. ايه ده؟ انا مش فاهم ايه ده بجد، ده حاجه تقرف.